السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله وصحبه وسلم. ازيكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب كلكم اجمعين. ان شاء الله هنبتدي روتين كده مع بعض خفيف كده باذن الله، هروق كده في الصالون بالصلاة كده، ويعني ان شاء الله يبقى مشجع كده. الجو اليومين دول حر، فشغل البيت اكيد بيبقى الواحد بيعمله وهو زهقان، بس يعني الحركة حلوة. قلت انضف كده معاكم واحوش الكسل اللي عندي دوت، لان كلنا اكيد كسلانين. انا ما اعرفش، يجي الصيف احس طول النهار بسبب الحر الواحد بيبقى ايه، مش كسلان، بيبقى يحس ان هو هبطان ومش قادر يقف يعمل حاجه. بس الواحد لما بيستعين بالله، والله يا ربنا فعلا بيقضي الحاجات اللي في البيت دي بكل سهوله. اكيد في ستات كتيره كده لما بتيجي تقوم تشتغل بتحس ان هي زهقانه، قرفانه، ممكن الشقه تبقى سايباها مش نظيفه، ملهاش نفس تعمل حاجه. اول حاجه الواحد بيخطر على باله او تخطر على بالكم ان انتوا تذكروا الله كتير طول ما انتوا شغالين. نستعين بالله ونصلي كتير على الرسول كده. والله العظيم الحاجة ربنا هيقضيها في ايديكم ان شاء الله، هتبقى سهلة خالص. لان فعلا بتبقى معاناة لستات بيت كتيرة قوي، بيبقى عندها اطفال، بيبقى عندها يعني عيالها مبهدلين زي ما انتوا شايفين كده. انا دي قعدت عيالي من يعني الدنيا حواليها في الصالة مبهدلة اكتر. فلا بد لازم ننظف. يعني ممكن تنظفوا قبل ما تناموا، ممكن ننظف اول ما نقوم من النوم. طبعا انا بنضفها طبعا قبل ما انام، بس طبيعي لازم اول ما نقوم يقعدوا يتبهدلوا يلعبوا كده. طبعا ما بسيبهم يخلصوا الحاجات اللي بيعملوها وبعدين ارجع اعدلها وانضف تاني. لازم ايدينا تبقى في الشقه على طول. ممكن حد يطب علينا حاجه، اي نعم نسيبهم يلعبوا بس ما يبهدلوش الاوض التانية، خليهم مثلا في مكان محدد او مكان معين في الشقه يلعبوا فيه وخلاص. هنا عشان التلفزيون بقى، فقعدتهم قدام التلفزيون واللعب هنا والحركه كلها بتبقى في الصاله يعني. بس هنبتدي كده ننضف، وهو تنظيف بسيط، مش تنظيف بقى مسح والكلام ده، لان انا كنت مسحه قريب يعني الشقه نظيفه. انا حاطه في الصالون جوه بتاعه خفيفه خالص بشيلها، وبفكر اشيل السجاد دي كمان طبعا، واحط حاجه سجاده خفيفه عشان ما اجي امسح وكده على طول تبقى الشقه ايه، سهله، ما اقعدش اشيل السجاد. فان شاء الله هشيل السجاده دي واحط سجاده خفيفه كده زي اللي في الصالون كده وخلاص، عشان ما تعبش يعني ما ازهقش وكده. الميه بتبقى حلوه والمسيح بيبقى حلو في الصيف وكده. خلصت الصلاه اهي معاكم بالصالون زي ما قلت لكم. انا هي دي بس اللي كان عندي عايزه اعملها، لواجهه الصلاه بالصالون كده وخلاص، وانضف حاجه خفيفه يعني. فكده خلصت الحمد لله. وكنت عامله في اليوم ده غدا برجر كده وبالعيش الكايزر، فده كان اكل انا، هما كانوا كلوا. كنت جايبين بيبسي بقى كده، قلنا ايه ندلع على نفسنا شويه في الحر ده. فايه انا اللي كنت، هم كلوا قبليه وانا اللي ايه كنت باكل، يعني ما كنتش لسه اتغديت وكده. اتغديت وكانت قلت ايه، كان عندي بنتي كانت يوم ميلادها وكده، فحبيت افرحها، فكان عملت تورتايه وكده، وقلت ازوقها كده معاكم. يعني ايه حاجه بسيطه كده، وما عملتش معاها حلويات تانية. هي اصلا يعني كريم جانتيه لوحده غالي، والحاجات اللي كنت بجيبها الاول عشان نعمل تورتايه ارتفعت سعرها. يعني ريتش المتحده ريتش دوت غالي قوي. وبالذات الكريمه، يعني هي التورتايه ايه غير كريمه، وهتحشيها كريمه لازم تكتري كريمه طبعا. انا كنت جايبه ب 60 جنيه كريمه عشان ايه ازوق التورتايه دي، واحتجت تاني فجبت ب 15. يعني جبت تاني، جبت ب 15 تاني. يعني هي خدت ب 60 جنيه، بعت جبت تاني ب 15 جنيه يعني. هي الكريمه هي اللي بتبقى يعني، والبيض طبعا اللي هتعملي تورتايه هتحطي 6 بيضات ولا 12 بيضه لو هتعمليها كبيره. والدقيق يعني هي بتاخد، يعني هي مكلفه، مش هقول مش مكلفه. بس طبعا قلت افرحها وكده. قلت اعمل، بس مش هعمل غيرها. ما عملتش جلاش ولا عملت حاجه تانية غيرها خالص، هي بس كده وخلاص فرحتها بيها. كانت عايزاني اعملها لها ملونه، فقلت لها لا خلينا في الابيض كده وخلاص. عملت لها الكيكه تبقى بالكاكاو، والكريمه بيضه وخلاص. حتى ما حشيتهاش فواكه. كنت سالت كده عشان اشوف كريز ولا كده، ما لقيتش، وما كانش فيه فراوله، فما رضيتش احط تفاح والحاجات دي. قلت لا كده حلو وخلاص. طبعا اتزوقت. دي بقى الحبه اللي انا اشتريتهم ام 15 جنيه، وهي بصي وقفت على التغليف، بس على التغليف اللي هي الطبقه الاخيره، فبعت جبت تاني. بس كان طعمها بجد روعه جدا، وكان شكلها حلو قوي، عجبهم قوي. فزوقتها كده. انا طبعا انا بزوق على قدي، انا مش خبره في التزويق. قلت اعملها ساده كده كلها كريمه وخلاص. والشكل في الاخر بيبقى حلو. يعني اللي مبتدئ في العمايل التورت برضو يعني ما هيش بيطلع معاه شكلها حلو برضو. انا خططتها هنا بالبتاع اللي هو بيخطط التورت ده،
بصوا شكلها، يعني غير شكلها شويه، قلت عشان ما تبقاش منكوشه كده، وحطيت عليها صوص شوكولاته. هو ده اللي خلى طعمها كمان وشكلها حلو في الاخر، الفينش بتاعها. انا كان نفسي احط روزيتات، يعني اعمل روزيتات كده بالكريم جانتيه من فوق، بس طبعا الكريم بقى انا قلت هبعت اجيب تاني ده، يعني شوف انا جايبه يعني ب75 جنيه. قلت انقلها بقى بعد ما هي لحوست الصينيه اللي تحتها، هشيلها احطها على حاجه تانية واسيبها تجمد شويه، واحط لها ايه، بعت جبت اوريو كده وزوقتها بالاوريو كده، وبعد ما طلعت سبتها في التلاجة تنشف كده، يعني تاخد طبقه تشميع كده. هنا بقى كنت حاطه لها بالونتين، هي يعني عايزه تحتفل وفرحانه، فقلت بقى ايه مش مشكله تفرح بالتورتيه بتاعتها، وكانت فرحانه قوي في اليوم ده جدا والله. وعملنا عصير كده والحمد لله كان يوم جميل. وهي بصي بقى ماسكه ايديها وبقطعها لها اهي. هي بقى عندها 7 سنين، ربنا يا رب يسعدها يا رب. وحاجه تفرح عيالنا طبعا، هي اي نعم حاجات مكلفه بس لازم نفرحهم. انا بمسك ايديها وقطعت معاها هي خليتها تقطع عشان تبقى فرحانه. و اللهم صل على النبي، كانت الطعم بتاعها كان حلو، وهي اوريكم شكلها لما اقطعها دلوقتي. انا كملت تقطيع بدلها بقى. هي ارتفاعها كان عالي مش واطي، وكانت حلوه خالص، وكانت هشه خالص، والصوص بتاعها اللي على الوش ده كان مديها طعم حلو. بصوا الشكل بتاعها طبقات كلها فوق بعض. ده بقى كان روتيني معاكم، وخفيف خالص وبسيط. وان شاء الله اعمل معاكم روتين تاني كده نتشجع فيه، ونشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. هي بتقول لكم باي باي اهيت. اشوفكم على خير في روتينات تانية. السلام عليكم ورحمة الله.